عايزة أعرف سبب وتفسير الآية اللي بتقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب سؤال حلو، والحقيقة إن دي من الآيات الجميلة جدا في سورة الكهف، ولسه مكملين في سورة الكهف وأنا برضو لما دورت عليها لقيت لها قصة وسبب نزول حلوة جدا، فتعالوا بينا نحكي قصتها. الآية دي نزلت في أمية بن خلف اللي كان سيد بلال بن رباح مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بيعذبه أشد التعذيب لما أسلم. فجي مرة في يوم للرسول عليه الصلاة والسلام وهو قاعد في مجلسه، وكان عنده بعض الفقراء كده من اللي أسلموا جديد، وكان لبسهم بسيط وناس على قد حالهم، وكانوا بيستنوا مع الرسول وبيتعبدوا معاه، وكانوا بيستنوا من الصلاة للصلاة. فجه أمية بن خلف، ويقال برضو بعض التفاسير قالت إن الآية نزلت في عيينة بن حصن، والاتنين كانوا من أشراف مكة وسادتها وأغنيائها يعني. فدخل أمية على الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه وقال له مش بتأذيك ريحة هؤلاء الفقراء، يعني مش بتأذيك ريحتهم؟ وإحنا أشراف وسادات قريش لو أسلمنا بس هنخلي كل الناس دي تسلم، ومش منعنا عن الإيمان بيك غير هؤلاء، فبعدهم عنك وإحنا هنتبعك ونؤمن بيك، أو خليلهم هم مجلس لوحدهم وإحنا مجلس لوحدنا. فنزلت الآيات دي تثبيت للرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ده برضو في الأول وفي الآخر كان عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان طمعان في إيمان قريش كلهم. فنزلت الآية دي تخاطب الرسول وتثبته وتقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني خليك واحبس نفسك مع اللي بيدعوا ربهم صبح وليل ومش عايزين غير بس رضاه ومش طمعانين في الدنيا ولا زينتها. والرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها لما نزلت الآية دي قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. وتكملة الآية ولا تعد عيناك عنهم، يعني ما تصرفش نظرك يا محمد عنهم وتسيبهم وتروح لغيرهم من اللي عايزين زينة الحياة الدنيا، يعني مجالسة الأغنياء وأشراف مكة ومش هممهم غير منظرهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اللي هو أمية بن خلف أو عيينة بن حصن، وما تمشيش وراه واتبع هواه، يعني مشي ورا هواه وشهواته وكبره وتفخره وكان أمره فرطا. فرطا هنا جاية من التفريط والإسراف والضياع وتجاوز الحدود والكبر وعدم الإيمان. والحقيقة إن الآية دي حلوة ومناسبة في كل وقت، خصوصا في زماننا ده، يعني بحس سبحان الله إنها دعوة من ربنا سبحانه وتعالى لينا إن احنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خليك دايما مع الصحبة الصالحة اللي تساعدك وتشدك تصلي، تذكر الله في كل وقت، تعمل أعمال حلوة، تقول كلام حلو، وتبعد بقى على قد ما تقدر عن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ابعد بقى عن الناس اللي ما بتذكرش ربنا والدنيا لهياها ومعاصي وبتتبع الهوى. فنخلي بالنا بقى كده من الناس اللي حوالينا، كلنا بنعمل ذنوب أنا عارفة، وكلنا ساعات بنسهى وساعات الدنيا بتاخدنا، بس نرجع وفي الآخر نتوب ونستغفر ونخلينا دايما مع الناس الحلوة اللي تفكرنا بربنا سبحانه وتعالى وتخلينا نحط ربنا سبحانه وتعالى قدام عينينا في كل تصرفاتنا. فنقي الناس الحلوة اللي بنقعد معاها والصحبة الصالحة، وافتكر دايما ان الصاحب ساحب. خليكوا دايما مع الصحبة الصالحة اللي تسحبكوا في الخير. منشن بقى لاصحابكم الحلوين وعرفوهم القصة، ولو اول مرة تعرفوا القصة ومعنى الآية اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين معاني آيات تانية وقصص تانية اكتبوا لي برضو في الكومنتات.